جربت مطعم أشرف عبد الباقي الجديد ميني طنط، وطبعا شكل وكمية الحشو اللي في الصور وفي بعض الفيديوهات مش هي كمية الحشو اللي جاتلي. دي شكل الكمية في الصور، الحشو طالع بره السندوتشات. ماشي، مش هنحكم من الصور قوي عشان الصور بتبقى دعاية وكده، لكن انا لفت انتباهي ان بعد ما عملت الفيديو بتاعي جاء قدامي فيديو بتاع تجربة لاكتر من حد، فلقيت مصور البوكس وكمية الحشو في السندوتشات كانت اكبر بكتير من الكمية اللي جاتلي، ودي التجربة. المطعم قايم على فكرة تقديم سندوتشات صغيرة، ومتاحين تشتريهم يا اما دستة او نص دستة او ربع دستة اللي هي 3 سندوتشات. الاصناف اللي موجودة بتاعت السندوتشات: كبدة، سجق، كفتة، شيش طاووق، حواوشي، وبطاطس بيوريه باللحمة، ورقاق باللحمة، وكمان سكالانس. طلبت بوكس النص دستة، بيجي معاه نوعين سلطة انت اللي بتختارهم. انا اخترت طحينة وطماطم متبلة، بيجي معاه بطاطس مقلية. المكان شيك جدا وفيه قعدات اندور واوت دور. الباكجينج حلو قوي، بس طبعا اسعار المطعم غالية شوية. البوكس ده تمنه 350 جنيه. اكتر اصناف عجبتني الكبدة والحواوشي، والرقاق كان حلو وخفيف جدا. بعد كده يجي الشيش والكفتة، كان طعمهم عادي. السجق، هو السجق نفسه المفروض حلو، بس الخلطة كلها ما كانتش حلوة لان البصل كان متكرمل زيادة، كان محروق، عشان كده ما عجبنيش قوي. البطاطس كويسة، لكن السلطات عايزة تتظبط. يعني الطماطم المتبلة اول مرة اشوفها تبقى مبشورة كده، وخلطتها ما كانتش احسن حاجة، الخل فيها كان زيادة. الطحينة كمان محتاجة تظبيط شوية. بس دي كانت تجربة ميني طنط. سلام.